الانتخابات الرئاسية 2024 بدأت فعلا في خطواتها الجدية وميعادها اتحدد. هتبقى في أول ديسمبر. أنا طالع أتكلم كلمتين عشان أقول وجهة نظري اللي عايزنا كلنا نفكر فيها مع بعض. في أصوات كتير جدا طالعة، ناس من المعارضة اللي هي محسوبة، يعني بيقولوا معارضة، اللي هي بنشوفهم كل 6 سنين كده لما يقولوا يا معارضة نلاقي حد صاحي من النوم وجه يرد. فبيقولوا ناس من التيار المدني بعيدا عن الأسماء مين، لا احنا محتاجين ضمانات للانتخابات عشان ما تبقاش كذا، وضمانة للنزاهة وضمانة لعدم التزوير، وبناء على كده أنا مقاطع. تمام. طب في حد تاني زي دكتور علاء الأسواني لنفس السبب، الناس دي مش مضمونة، فأنا مش مقاطع بس، بل بالعكس أنا بهاجم الناس اللي مشاركة بقى. حضرتك قطعت ما قطعتش، الانتخابات مش هتقف. ولكن خلينا نكمل. في الدكتور البلدعي ادى اقتراح ان الموضوع مش محتاج انتخابات، الموضوع محتاج نعمل تشكيل زي فريق رئاسي ما بين كل التيارات، ما بين اخوان ومدنيين وليبراليين وعسكريين، ويعملوا ائتلاف، ويبقى الائتلاف كله من اجل مصلحة الوطن، وهو ده اللي يعمل مجلس مع الكلام ده. برضه ملوش علاقة بالانتخابات، مع احترامي الكلام دكتور بلدعي وشخصية قوية وهامة جدا عالميا، ولكن ملوش علاقة بالواقع اللي احنا فيه حاليا. وخد بالك انا بكلمك وانا واحد اللي ما كنتش، اكيد طبعا وغيري كتير، وكل واحد حر، انا مش بحجر على راي حد. انا في الانتخابات اللي فاتت بتاعت موسى، اسمه ايه موسى ده، ولا اللي قبلها حتى بتاعت حمدين، انا ما شاركتش عشان مش عايز اقول تمثيليه، بس عارف ان الموضوع محسوم ومنتهي، وفي اسباب كتير لذلك. لكن المره دي انا شايف انها تختلف. الناس برضو اللي شايفه انها تقاطع من الناس الكتير، مش شخصيات معينه بعينها، بقى اليأس بقى، وهو في حد كده كده النتيجه معروفه من قبلها، واحنا عارفين اللي هيحصل وي وي وي. طيب خليني اقول لك اللي انا شايفه بقى بطريقه مختلفه المره دي بسرعه، علشان اقول لك انا وصلت ليه للنقطه دي. انا معاك ان احنا الموضوع عامل، انت عايز تعدي فيل من خرم ابره، انت شايف بصيص من الامل لا يرى بالعين، نقطه بيضاء في وسط سواد. ولكن المره دي الانتخابات لازم تبقى مختلفه، على الاقل بالنسبه للنظام نفسه، عشان احنا البلد اقتصاديا في وضع صعب جدا على المحك، وده اللي مخليها سياسيا على المسرح قدام العالم كله. سو الانتخابات لازم تطلع بطريقه شبه الدول المتقدمه عننا في العمل السياسي والديمقراطيه والكلام ده، يعني يحصل منافسه، يبقى فيها منافس الى حد ما حقيقي، مش كومبارس. انا شايف ومقدر وجهه نظر اللي عايز، اصل يا سيدي النظام شفت عمل ايه في طنطاوي وعمل ايه في التوكيلات، ما انت برضه حط نفسك مكان النظام ده، كل واحد بيلعب الجيم من وجهه نظره. انا دلوقتي قاري بناء على ان انا اهو شخصيا قاري ان النظام ده اوكي، لازم واحد زي احمد طنطاوي ده الوحيد اللي داخل الموضوع جد وسط الليله دي، وفي نفس الوقت هيدخل كده بصدره لما يدخل اول يوم، ايه نسيب له تشرع عقاري يروح عامل له 100,000 ولا 200,000 توكيل، نصحى الصبح نلاقي له عمل له ظهير شعبي نبدا نقلق منه، ما ينفعش. عارف كده انت اخر مشهد في فيلم الناظر لما كان في مسابقه سليمان عيد خد الطلبه يتوههم في الصحراء، هو كده انا هتعبك وهطلع عينك وهدوس عليك هقطع نفسك لغايه ما توصل لمرحله الانتخابات. وهو ده اللي التحليل اللي تم مع احمد طنطاوي. انت اول يوم ما عملتش غير توكيلين، وطلعت انت بطريقه ذكيه كاحمد طنطاوي، انا احترم ذكائك واحترم حكمتك انت والحمله في اللي عملتوه، انت طلعت فرقت الناس في الراي العالمي والراي العام، وعلقت الحمله بتاعتك يومين. في نفس الوقت النظام برضو في الجيم ذكي، انا مش هوقفك، انا مش سايبك اصلا تيجي من بره وسايبك عمال تعمل لنفسك شويه ارضيه، عشان انت مهم بالنسبه لي ان الانتخابات دي تطلع حقيقيه قدام الدنيا والراي العام العالمي. فمش هسيبك الصبح تبوظ الخطه وتعمل توكيلاتك، لا انا هتعبك عشان تعمل التوكيلات. فانت ليه؟ عشان انا لما اتعبك وانت بتعمل التوكيلات ناس كتير هتتفرج على المنظر، الناس اللي اتضربت والناس اللي اتسحلت والناس اللي قالوا لها ما فيش توكيلات والست اللي مد ايديها عليها وي وي وي، فاليأس يفضل زي ما هو. يعني موضوع ان احمد طنطاوي ده مش عايزينه يدخل معانا، بس ما يعملش طفره امل وسط الناس وطموح عالي نشيل هم قدام، يبقى ليه ثقل احنا مش قده. ان انا دلوقتي محتاج، خلاص انا سبته هقرفه في عيشته، عملت له لكل الناس المنضمين ليه والاحباط شديد جدا. طب خلاص بقى هنسيبكم تعملوا توكيلات بالغلاسه كده، مفيش مشكله ومحدش هيضربك، الدنيا بطيئه، السيستم واقع، في قبليك 200 واحد يا فندم، عايز تستمر على الوضع ده اوكي، فاهم؟ وبرضه الناس هتعرف تسلك امورها وهيلاقي فروع هنا وهنا وهنا والدنيا هتمشي. واظن ان احمد الطنطاوي هيوصل لتوكيلاته وهيدخل السباق الرئاسي، عشان هو المرشح الوحيد الجد اللي محتاجه النظام اصلا، علشان قدام العالم كله كان في منافس جد، وهو ده اللي احنا كسبناه. تمام. طب انا ليه بقول لك الكلام بقى، ليه انا بقول لك هفكر اشارك
واحنا باقي دقيقه في الاكسترا تايم بعد الدقيقه 90 والماتش انتهى والنتيجه خلاص شبه منتهيه. لا يا فندم، انا معاك. لو في امل واحد في الالف، واحد في المية، بناء على ايه؟ بناء على ان انا شايف مرشح قدامي كل اللي معاه واللي مش معاه حتى شايفينه راجل جدي جدا، راجل محضر لانتخابات رئاسه، يعني بيتكلم من شهور يمكن من سنه ان هو في دماغه بيعد نفسه ومرتب نفسه الحاجه دي، وقال من شهور كتير ان هو ناوي يترشح وبيرتب لده، وده شغل واحد جد داخل انتخابات رئاسه، فبيرتب نفسه، بيحاول يعمل ارضيته ويسيستم اموره ويعمل دراسته للي هيعمله ايه وهيسوق المرحله الجايه ازاي في الانتخابات على الاقل، ويطلع يقول عن نيته دي قبلها بسنه، وده كلام منطقي ويحترم. لكن نشوف اتنين زي مش عارف جميله اسماعيل ولا عذرا والله رئيس ما اعرفش حزب اسمه فؤاد ايه، دي ناس تجهيز، دول ولا معارضه ولا نيله، دي مجرد اسماء مفرغه من محتواها. لسه لغايه امبارح مش عارفين هتترشح ولا لا، هي ايه بتفكر طالعه الساحل ولا لا استاذه جميله اسماعيل، ولا هي جايه تملى حته من خرطه، اكيد مش من هنا، هتملاها خرطه من واحد زي احمد الطنطاوي او حد من مثل هذا اللي هو محسوب معارضه. لكن انا اسف حضرتك، محدش هيعيطكم ولا هيعمل لكم حاجه عشان انتوا جايين تكملوا المنظر. بس طبعا انا احترم وجهه نظر ان النظام برضو هو عايز انتخابات تطلع كويسه، فبما ان عندي واحد معارض اسمه احمد الطنطاوي وجاي جد، طب ما احنا ناخد منه شويه اصوات برضه اسمهم معارضه زيه، ونجيب ما اعرفش فؤاد ايه بتاع حزب الديمقراطي ده واستاذه جميله اسماعيل اهم ياخدوا لهم شويه اصوات يتفتتوا. تمام. ولو زودنا لنا واحد ولا اتنين كومبار ادينا برضه بن ايه، بنحبش المشهد، هيبقى يعني كوكتيل حلو في الاخر. بس انا سبب ان بقول لحضرتك انزل واعمل اللي عليك، حتى لو شايفها تمثيليه، حتى لو شايف ان هيضحك عليك، اعمل حاجة ما تتنازلش فيها عن حقك، وبعد إذنك اعملها مرة في حياتك، مرة في حياتك، عن اقتناع، كأنك بتشوف مصلحتك الشخصية نازل تشتري حاجة خاصة، اعتبر الانتخابات دي كأنك نازل تشتري حاجة خاصة. صدقني صدقني، المصلحة العامة بتاعت البلد ليها علاقة بمصلحتك الخاصة. واحد كان سنين بيقول الكلام ده، انت ما بتقتنعش ان اللي بيحصل في البلد بيأثر على جيبك الشخصي، هو أثر على جيوب الناس كلها. انا مش بوجهك تختار مين وما تختارش مين، كل واحد مقتنع بآرائه وكل واحد شايف اللي جاي فين، بس على الأقل أقول لك حاول تسمع وتشوف ده ليه برنامج وده ليه برنامج، ده هيعمل لك إيه في حياتك في الاقتصاد وفي التعليم وفي ده، وهيطلعنا من أزمة الدولار ازاي، وهيعمل ايه في سد النهضة، وي 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 المواضيع دي كلها مهمة، لازم أعرف اللي مكمل معايا بكرة ده هيعمل فيا إيه. فخد القرار ده بعد ما تفكر عشان نفسك وعشان عيالك، وما تسيبش حد يسوقك زي الخروف. ايا كان خد رايك اللي انت عايزه، عايز عندك جبهتين، بس انا المره دي انا شايف ان في واحد حقيقي ممثل معارضه، وفي واحد حقيقي ممثل القوى الموجوده اللي هو الرئيس الحالي. فانت عندك قوتين، مفيش مقارنه في الباور طبعا، مش بتكلم، بس انا بتكلم عندك حاجتين عكس بعض تقدر تفاضل بينهم وتختار، بس اختار، ما تسيبش حد يختار لك. عشان كده انا رايي اشارك، حتى لو انت شايفها تمثيليه، اعمل اللي عليك وشارك، عشان ابقى انا عملت اللي عليا. برضه هرجع اقول كل اللي بتكلمه ده اكيد ما هدف، ملوش اي هدف غير المصلحه العامه، هدفنا مصلحه البلد ومصلحه الناس، مصلحتنا كلنا. ونصيحه، حاول تطلع بره فكره اليأس والخوف المكتسب واليأس المكتسب، ان الموضوع منتهي. خد بالك انا عايز اقول لك بس قبل ما تيأس، هو الموضوع منتهي اصلا من قبل الانتخابات، وهي الدنيا منتهيه اساسا. تمام. فهي غطا حله وغطاها مقفول وقربت تنفجر، فاحنا بنحاول نشوف خرم نتنفس منه علشان الحله دي ما تنفجرش. فانا شايف المنفذ ده اللي بديله هيبقى حاجه وحشه جدا، عشان انا شايف بديله فوضى وحاجات وحشه. انا شايف الفرصه اللي عندنا الحاليه هي الانتخابات. فانا ليه بقول لسيادتك ما تقاطعش؟ عزيزي المعارض اللي بتشجع الناس تقاطع، حضرتك قطعت ما قطعتش، انت كده كده اصلا قاعد في بيتكو، واللي انت شايفه تمثيليه بيك من غيرك هتمشي. فما تشجعش غيرك انه كده كده هي مش فارقه، عشان هي مش بنت اي حاجه، هي الانتخابات مش هتقف عليه. كلامي للناس بقى اللي هيشجعوا الوضع اللي احنا فيه، عشان دول كده كده مش محتاجين حاجه نقولها لهم. انا بكلم الناس التانية اللي سواء عندها خوف مكتسب عندها يأس مكتسب، لا انا بقول لك اعمل اللي عليك وشارك. ولو انت شايف الاوضاع دي صعبه ونفسك تغيرها وهي ما بتتغيرش، انزل وشارك واعمل اللي عليك، ورأيك ده محاولة منك في تغيير الواقع بتاعك. خد حقك. تمام، حقك في التعبير عن رأيك، مش عيب. وربنا اللي في ايده بقى الدنيا تتغير ولا ما تتغيرش، يبقى انا حاولت وعملت اللي عليا ان انا اغير واقع حياتي وحياة بلدي اللي انا عايش فيها، عشان مستقبلي، عشان مستقبل عيالي. فاهمني؟ بس ما يبقى خليك ايجابي وشارك.
بلاش تبقى سلبي ونسيب النتيجة على الله.